والحكم الحمد لله ما حسبش كتير وقت ضايع وصفر، انجز. ده في ناس بيقولوا ان في لعيبه من مصر راحت قالت له صفر. في ناس بتقول كده ان زياد كمال راح قال له صفر، خلاص بقى. في كده، في كده. ده نتيجه ايه بقى اللي احنا شايفينه ده؟ نتيجه العشوائيه ونتيجه اي كلام. اهو بص زياد كمال، الصوره دي لو فعلا يعني حق ترجمه الصوره دي ان زياد كمال بيقول للحكم صفر، فبيقول له ده باقي ثواني اهو الوقت ما خلصش. انا ما اعرفش هو صفر على طول بعد الماتش بعد دقيقه 90 فعلا ولا استنى شويه ولا حسب وقت ضايع. ما انا ما يعني انا بقى خلاص بقى كانت بقت 6، فالواحد ما بقاش يبص على التلفزيون، نفسه اتقفلت. يعني الواحد نفسه اتقفلت. الناس بتفسر بتقول لك بيقول الحكم صفر، قالوا لسه الوقت ما خلصش، لسه شويه ثواني اهو في الساعه اهو لسه الوقت ما خلصش. دي فضيحه. مين يحاسب الناس اللي تسببت في انهيار جيل زي ده نفسيا، مع ان الوصول للدور قبل النهائي ده نتيجه رائعه جدا، بس الستة اختالت هذا الجيل معنويا. واحد زي حمزة علاء كنا بنتكلم انه مشروع حارس مرمى عظيم في تاريخ الكرة المصرية، دخل فيه 6 جوان. يعمل ايه حمزة علاء؟ ولا يعمل ايه الناس اللي تألقت في هذه البطولة؟ يعملوا ايه؟ يقولوا ايه؟ كارثة. هذه كارثة، الحقيقة كارثة كبيرة جدا جدا جدا. 6 غشاوة نزلت على عيون اللعيبة المصرية النهاردة في الملعب، كأنهم شاربين حاجة ولا واكلين حاجة غلط، ولا العيال مش قادرة، جوان كلها شبه بعض وخط دفاع مش موجود. حتى المدرب عمل أكبر أخطاء فنية النهاردة. محمد طارق ده يا جماعة ما ينفعش يبقى سيرد باك بصراحة يعني. وقلنا مرة واتنين وقعدنا امبارح نفنن نقول طب هيرجع كوكا سيرد باك، طب هيلعب بمغربي سيرد باك، ما توقعناش ابدا يلعب بيه، انما عادي لعب. ولسه بلال مظهر مصر انه ينزله، ولسه في برضه اخطاء غريبة جدا. احنا طلعنا ميكالي السما شال 6، الناس كلها بتتنصل منه النهارده بعد ما شال 6. عشان تعرفوا ان احنا بتوع اللقطه، احنا اتحاد اللقطه. الراجل كسب وصعد للدور قبل النهائي، الراجل ده لازم يكمل، لدرجه ان الناس شطحت قال لك يمسك مكان حسام حسن. بصراحه مش في ناس شطحت لكده يمسك مكان الكابتن حسام حسن. خسر النهارده 6، نفس الناس اللي قال لك ده احنا ميكالي وهيكمل معانا ولازم يقعد ونشوف هيعمل معانا ايه والراجل النهارده الناس كلها بتتنصل منه، كل الناس بتستخبى. دي عدالة السماء، والله العظيم دي عدالة السماء. شوف الاتحاد كان هيركب على الفوز ده ازاي. ان كان ان في ناس في الاتحاد بتتكلم في الانتخابات ال3 ايام اللي فاتوا، قال لك لسه ما حسمناش ولسه هنشوف يا راجل ارحمونا بقى. مش كده، مش كده. ده النهارده اللي بيتفرج على الماتش اللي جاله ضغط واللي جاله سكر واللي جاله قلب دي فرقتنا. ده انتوا بتخشوا في الحاجه تبوظوها. ده لو لا ده انتوا لما اتكلمتوا على المنتخب وركبتوا معاه الترند لما وصل سيمي فاينال خلصتوا عليه. يعني طول ما كان مستخبي ومهمل وانتوا مالكوش علاقه بيه نجح. ده المنتخب ده عشان تعرفوا، ده المنتخب ده ربنا بس. ده احنا منتخب اللقطه. ده احنا يوم بيوم زي ما بيقولوا، رزق يوم بيوم، زي صياد السمك. احنا رزق يوم بيوم. هو ده لا نتيجه تخطيط ولا نتيجه اي حاجه خالص. ده بركه كده، حاجه كده بالبركه. لما تيجي تحسب كده المعسكر واعداد الفرقه دي ولاعبنا مين والمخطط ايه جهزوا لهم ايه، وهل مثلا قرروا يوقفوا الدوري وقت المنتخب وتجهيز معسكر قبلها ب 15 يوم، ولا في دماغهم اي حاجه اصلا. دي مشيت كده. فلما مشيت كده كله حب يركب اخر 3 ايام، يركب على طول على الفوز. ولعبنا فرنسا وخسرنا بالعافيه وكسبنا باراجواي، واول المجموعه كسبنا اسبانيا وكسبنا اوزبكستان وتعادلنا مع الدومينيكو. قال لك بس خش كله يركب 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 قبل الانتخابات. شفتوا ده نتيجه المجهود ونتيجه التخطيط. تخطيط مين يا جدع انت؟ عايز بص التخطيط، بص الناحيه الثانيه. شوف المغرب الناحيه الثانيه، منتخب اولمبي بياخد لاول مره برونزيه ويقهرك ويكتسحك 6. وعلى مستوى الشباب شوف المغرب، على مستوى البنات يا راجل شوف المغرب، على مستوى الكبار ربع العالم شوف المغرب. الناس دي اللي قعدت من 3 4 سنين تخطط وتكتك وتشتغل لصالح بلدهم،
مش لصالح سفريه ولا لصالح جدول بيتعمل ولا لصالح واحد طالع يضحك علينا بكلمتين. ده قهر للكره المصريه، ده قهر للجمهور المصري. طب والناس ذنبها ايه؟ كل ده عشان ايه؟ عشان الناس تفضل قاعده في اماكنها؟ طب ليه يعني؟ نعتزل المشاهده ونعتزل الرياضه ونعتزل الفرحه ونعتزل كل حاجه، خلاص. اذا كان ده قدر مكتوب علينا، خلاص نعتزل لغايه ما القدر يقول كلمته والناس دي تمشي. معقول؟ ده انا شايف تصريح لحد بيقول لك مصدر مسؤول في اتحاد الكوره قال لك نستقيل ليه؟ ما احنا كده كده في انتخابات. يا اخي، يا اخي، في حاجه اسمها احساس بالناس. احساس بالناس. يا الاستقاله لتقصير، لاهمال، لخيبه، عشان مشاعر الناس، كل حاجه بتؤدي للاستقاله. ده انا لو قلت خيبه الاتحاد راكبه جمل، ده خيبه اتحاد الكوره راكبه جمل من ايام كيروش. ده كيروش ده جه كان احمد مجاهد جايبه، هم جم قبل كاس الامم بكام يوم، فوصل فاينل ما لحقوش يخلصوا عليه، ما لحقوش. وبعدين وصل اخر مباراه لينا في كاس العالم قدام السنغال، خسرنا هنا من السنغال 1-0 ضربات الجزاء، عفوا. تعادلنا في كاس الامم وخسرنا ضربات جزاء، و1-0 1-0 رايح جاي، كسبناهم وكسبونا وخسرنا كاس العالم بضربات جزاء عشان إذا مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم مجددا معنا فيديو جديد. إذا كنت وصلت حتى لهذه النقطة من الفيديو فبغيت منك أنك دير إعجاب بهذا الفيديو وتشترك معنا في القناة باش يوصلك كل جديد يخص المنتخب المغربي ويخص المغرب. إذا كيف ما شفتوا الإعلام المصري وصل لواحد الحالة من الغضب، واحد الحالة من الانفعال بسبب يعني النتيجة الثقيلة اللي فاز بها المنتخب المغربي على نظيره المنتخب المصري، لدرجة أنهم بدأوا كيطالبوا بإقالة وزير الشباب والرياضة عندهم، كيطالبوا كذلك بإقالة جميع المسؤولين على البعثة الأولمبية، جميع المسؤولين على المنتخب المصري الأولمبي. طبعا النتيجة كانت كارثية بكل المقاييس. هناك يعني كانت فروقات فنية كبيرة طبعا، ولكن ماشي لهذه الدرجة أن تكون نتيجة ثقيلة لستة. هذه نتيجة غير مقبولة، وكيف ما شفنا الإعلام المصري وصل حالة من الغضب كبيرة كبيرة جدا. ولكن بالنسبة لنا احنا هذا يعني واحد المؤشر جميل جدا أننا نتغلبوا على المنتخب المصري اللي تقريبا يعني أغلب اللاعبين ديالو راهم كيلعبوا في المنتخب المصري الأول. يعني هذه إشارة جيدة جدا من أجل أن نفوز بكأس إفريقيا القادمة إن شاء الله. شريطة طبعا أننا ندير واحد المزيج من اللاعبين الشباب واللاعبين الخبرة، وإن شاء الله البطولة الإفريقية القادمة ستكون مغربية. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على المشاهدة، نراكم في فيديو قادم إن شاء الله.